في عالم الحيوان بعض الآباء يذهبون إلى أبعد الحدود إليك. 4 من أروع الآباء في الطبيعة: فرس البحر الذكر الأب الحامل الوحيد في العالم. الأنثى تضع البيض في جراب خاص على بطنه، وهو يحمله لأسابيع حتى يفقس، ثم يلد مئات الصغار في مشهد لا يصدق. ثانياً، البطريق الإمبراطوري يتحمل شهرين من أقصى شتاء في القطب الجنوبي، لا يأكل ولا يشرب، فقط ليحتضن البيضة ويدفئها بجسده، بينما تذهب الأم للبحث عن الطعام في المحيط. ثالثاً، ضفدع داروين يمارس الأبوة بطريقة فريدة، يبتلع البيض المخصب ويحتفظ به في كيسه الصوتي، وعندما يفقس الصغار ويصبحون ضفادع صغيرة يفتح فمه ليخرجوا إلى العالم. رابعاً، طائر الجاكانا. هنا الأدوار معكوسة تماماً. بعد أن تضع الأنثى البيض تتركه، وتذهب الأب هو من يبني العش ويحتضن البيض ويرعى الفراخ الصغيرة ويدافع عنها بشراسة تضحية وحب بلا حدود. أي أب من هؤلاء الأبطال أدهشك أكثر اليوم؟